بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة مواطن مصري ونسعد دائما بلقائكم. النهاردة هيكون عندنا فيديو خاص بالوظائف الخالية. طبعا زي ما احنا وعدناكم دايما احنا بنقدم فيديوهات متنوعة لصالح المواطن المصري، من ضمنها طبعا فيديوهات سياسية وفيديوهات اقتصادية وفيديوهات خاصة بالانفورميشن تكنولوجي، وهنقول ايه السبب ان احنا بالذات الانفورميشن تكنولوجي بنقدم في فيديوهات خاصة، وكمان بنقدم الفيديوهات الخاصة بالوظائف الخالية. نخلي بالنا يا جماعة ان دلوقتي مفيش وظيفة او يعني نسبة كبيرة جدا من الوظائف، يعني 95% تقريبا من الوظائف بيشترط انك انت تكون بتعرف كمبيوتر او حاسب آلي، بس طبعا على حسب الايه المكان نفسه. هل انت هتشتغل مدخل بيانات داتا انتري، ولا هتشتغل اي تي بحيث انك انت تشرف على شبكه معينه، او تكون ادمنستريتور، او يعني في وظائف كتير باذن الله هنبقى في المجال دوت هنبقى نشرح ايه هي الوظائف دي، بس في قناه تكنولوجيا المعلومات او الفرع يعني بتاع قناه تكنولوجيا المعلومات. بس يعني انا بقول لكم معظم الوظائف اللي هتتعرض عليكم هنا يعني على هيكون فيها المام مثلا بالحاسب الآلي الكلام ده. فارجو ان الجميع يعني طبعا مراكز التدريب موجوده في كل حته، وانا مش بعمل اعلان ولا حاجه، ولكن في مركز تدريب بتاع القوات المسلحه اللي هو معهد نظم المعلومات، وده موجود في ارض الجولف، والاسعار بتاعته معقوله جدا. ده مش اعلان، في اماكن تانية كتير جدا بتقدم برضو البرامج بتاعت التدريب بتاعت الانفورميشن تكنولوجي، وممكن ما تكونش موجوده في محافظه القاهره، ممكن تكون موجوده في محافظات تانية، وممكن برضو تكون موجوده في محافظه القاهره وسعرها اقل من السعر بتاع المعهد بتاع القوات المسلحه. بس انا يعني بقول كل حاجه موجوده يعني، او بتكلم عن كل مراكز التدريب اللي موجوده، بس طبعا في مراكز تدريب هتلاقيها غاليه شويه، في مراكز تدريب اقل شويه، لكن في النهايه لازم على الاقل اكون هاو تو يوز، ازاي اقدر استخدم الايه الكمبيوتر او الحاسب الآلي. طيب هنبتدي في اول الوظائف اللي موجوده. مطلوب وظائف في مصر اليوم، مطلوب موظفين حجز طيران لشركه كبرى في المجال السياحي. شروط الوظيفه: مؤهل جامعي، اجاده اللغه الانجليزيه، اجاده برامج الكمبيوتر، خبره 3 سنوات على الاقل بمجال حجز الطيران. طبعا العنوان اللي موجود تحت ده الايميل بتاعهم، يعني ممكن حضرتك تبعت السي في بتاعتك، وهنبقى باذن الله برضو نعمل حلقه بس في تكنولوجيا المعلومات عن ازاي اعمل السي في بتاعتي. طيب ايه تاني كمان؟ وزاره الشباب والرياضه، الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة القزاز. العنوان موجود قدام حضراتكم. الكلام ده كان يوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر، لكن اعتقد انه لازال مفتوح لحد دلوقتي. عايزين عايزين عمال مخازن من سكان العبور او المحافظات لتوافر السكن والوجبات. عايزين سوبرفايزر للفروع، قصاص شاورما، مساعدين شيف فول وطعميه، شيفات سخن، كابتن اوردر، ويترز، ستيورد، امن اداري، مساعد امين مخازن. طيب الكلام ده ممكن جدا. بيقول لي اماكن العمل فين؟ وسط البلد في مصر الجديده. الشروط المشتركه من سن 18 سنه لحد 40 سنه. موقف واضح من التجنيد، يعني يا اما لسه ما صابوش الدور، يا اما خلص التجنيد بتاعه، او معافى.
طيب في برضو الوظائف الإدارية يحدد الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية. الراتب من 2200 ل 4350 حسب كل وظيفة داخل المطعم. وبعدين في نسبة بقى للكباتن والكابتن الأوردر والويتر والوجبة. طيب عدد ساعات العمل 8 ساعات باستثناء الأمن 12 ساعة، منهم الراحة و3 وجبات. في تأمين طبي، تأمين اجتماعي، يوم أجازة في الأسبوع، أجازات سنوية وبدل راحات. يوجد سكن للمغتربين. طبعا برضو في يا جماعه خلي بالكم بيقول لك ايه، للتقدم الوظيفي يرجى ملء الاستماره التاليه. هتلاقوا في الادرس ده او في العنوان ده او في اللينك ده، تمام؟ ده لو دخلت عليه هيقدر يديك استماره تقدر تملاها. ممكن جدا، ده العنوان بتاعهم. ممكن تستفسر على رقم التليفون ده، تمام؟ او ممكن ان حضرتك تسجل تسجيل مباشر على منصه توظيف مصر من خلال اللينك اللي موجود قدامنا على الشاشه. طيب بعد كده في عندنا ايه تاني؟ طيب في عندنا وظائف مجموعة الأمراء للسيراميك والبورسلين. تقريبا في شركة اسمها مجموعة الأمراء بتعمل سيراميك وبورسلين، طالبة وظائف خالية لعمال خدمات وفنيين تشغيل. العدد المطلوب 100 عامل خدمات، 40 فني تشغيل. درجة التعليم مؤهل متوسط. السن في حدود 30 سنة. عفوا. الراتب بيبدأ من 2700 جنيه لحد 3000 جنيه اعتقد، وبرضه ممكن جدا يكون في حوافز. ورقم التليفون اللي موجود قدامنا ده تليفون ارضي 02، ده طبعا ده الكود، وبعدين بعد كده ده الايه الرقم الارضي. في شركة تانية اسمها فابلس سبورتس واير، ودي عندهم وظائف خالية ل 150 عامل خياطة و50 عامل مكوى و100 عامل تدريب. طيب شروط توظيف عامل خياطة 5 سنوات خبرة، يعني يكون عنده 5 سنوات خبرة في مجال الايه موضوع الخياطة، ولا يشترط مؤهل. ممكن جدا برضو في عندنا هنا 2 تليفون اهو 012 وهنا برضو 012، والاثنين اقدر ان انا اتواصل عن طريقهم بالشركة دي واشوف نظام العمل عندهم او امتى ازاي اقدر اتقدم للوظائف دي او الكلام دوت. طبعا زي ما قلت لكم ممكن جدا يعني تلاقيه في شروط العمل ما يبقاش في حته الخبره بالحاسب الالي، لكن مؤكد ان انا لو رايح اشتغل في شركه او في مكان وهذا المكان ممكن جدا ما يكونش فيه كمبيوتر او الكمبيوتر ده في حته غير مجال الشغل بتاعي، لكن مؤكد لو هم شايفين ان انا حتى هقعد اشتغل على مكنه مثلا زي عامل الخياطه، طبعا احترامي لجميع الوظائف، لو هو بيعرف كمبيوتر هتلاقيه مفضل عن ان هو ما بيعرفش. يعني ايه؟ يعني طبعا ده وضع طبيعي، بس ده مش معناها ان اللي ما بيعرفش كمبيوتر ما يروحش يقدم، لا قدم، بس شور ان هو في الاخر خالص ده كمان يعني برضو انا نسيت اقول لكم معلش، مش كمبيوتر بس، لا يفضل ان هو يكون ملم مثلا بلغه تانية جنب اللغه العربيه. طبعا كل اللي انا بقوله ده بيبقى ايه يعني لما يبقى عندي مثلا ايه عايز 150 عامل خياطه زي اللي انا بتكلم عليهم دول، طب تقدم لي 1000، في منهم 500 ينفعوا يعني مستوفين الشروط، لا حاجه اقول بقى تعالى مين بقى عنده مثلا ايه مده خبره اكتر، مين يعرف كمبيوتر، مين يعرف لغه، مين، وهكذا. لان طبعا انا طبعا العامل اللي يبقى او اللي هيشتغل معايا يعني اللي هيبقى عنده خبرات اكتر في وظائف في علوم تانية هيبقى افضل طبعا. طيب عندنا ايه تاني؟ في عندنا شركة الجبالي فروت، ودي وظائف خالية ل10 مهندسين زراعيين و25 عامل تعبئة و35 عامل سينيور. شروط الالتحاق بالوظيفة: المهندس الزراعي طبعا الحصول على مؤهل عالي يعني خريج زراعة. شروط شغل وظائف عمال التعبئة وعمال السينيور: الحصول على مؤهل متوسط. الراتب بيبتدي من 2400 جنيه حتى 3000 جنيه. طبعا برضو زي ما بقول لكم مؤكد بيبقى فيه حوافز، و يعني ممكن اعرف الكلام ده منين؟ عن طريق ان انا اطلب
الرقم اللي موجود قدامي اللي هو 055 اعتقد ده رقم بتاع محافظه يعني، تمام. وبعد كده الرقم الايه الارضي. طيب في عندنا وظائف بلاك شادو للامن والحراسه. شركه امن وحراسه عايزين وظائف خاليه لافراد امن، العدد المطلوب 500 فرد امن، السن من 20 ل 25 سنه، الراتب بيبتدي من 3000 جنيه، والتواصل عن طريق رقم التليفون اللي موجود قدامنا على الشاشه. طيب في وظائف برضو في شركة مصر كافيه لصناعة الزجاج، وظائف خالية لاثنين مهندسين كهرباء و3 كيميائيين و2 فني صيانة ميكانيكا و6 فنيين و3 سائق كلارك. الشروط المطلوبة لمهندسي الكهرباء والكيميائيين مؤهل عالي وخبرة سنة. الشروط المطلوبة لفني صيانة ميكانيكي مؤهل متوسط وخبرة من 3 ل 5 سنوات. الشروط المطلوبة لشغل لفني وسائق كلارك خبرة سنة على الأقل. السن من 22 سنة إلى 30 سنة. الراتب برضو بيبتدي من 2400 حتى 4000 جنيه، ودي برضو أرقام التليفونات اللي موجودة تحت عندي هنا، أقدر أتواصل عن طريقها. بكده نبقى احنا يعني ايه خلصنا الحلقه دي من الوظائف الخاليه، واتمنى التوفيق للجميع ونتقابل دايما على خير. سلام عليكم.